مش عارف يا جماعة والله بجد. مش عارف ألوم مين. يعني ألوم الشناوي إنه ما حاولش عليها. هي صعبة، يعني هي كرة صعبة. بس أنا يعني على ما أتذكر أبو جبل لما وقف في ماتش السنغال شال تقريبا كور أصعب من دي بكتير. أنا بقولش إن هي سهلة وممكن تخش في أكتر من 60 أو 70% من الحراس، بس يا عم جرب جرب جرب، ما يمكن تصدها. يعني أنت جرب. هتقول لي في لعيبه واقفه قدامه ومش في لعيبه واقفه قدامه. يا جماعه ده من 2008 بقى كل الانديه والمنتخبات جايبه الجهاز، في جهاز كده بيجيبوه وهم بيدربوا حراس المرمى. الجهاز ده بيعمل ايه؟ الجهاز ده بيغير لك اتجاه الكوره عشان يعلمك لو الكوره في الزحمه دي خبطت في حد انت تصدها ازاي. تمام. ده دور الجهاز. وفي برضو معدات تانية الحراس بتتمرن عليها، ان هو يبقى حاجب الرؤيه. ومع حجب الرؤيه ده يعمل لك كرة بتغير اتجاهها بحيث ان انت تتعلم ازاي تصد وانت الرؤيه محجوبه عنك، ولو غيرت اتجاهها وخبطت وهي جايه لك وانت الرؤيه محجوبه عنك تصدها برضو. احنا فين من الكلام ده؟ او بلاش احنا، الشناوي فين من الكلام ده؟ عمري ما هلومه وعمري ما هقول ان هو سبب الخساره. يعني اكيد اكيد مش ما انا مش جاحد. بس يا عم جرب، حاول، ما يمكن تصدها. ليه؟ ليه ياخد يعني وضعية المتفرج؟ ليه؟ ليه يعني ليه حياة الشناوي في ال90 دقيقة كلها بتتلخص في كورنر، فاول، كرة تتشاط عليه؟ يعني اعمل حاجة تانية بجد. يعني انا لو في حاجة واحدة ممكن الوم حسام حسن عليها في البطولة دي كلها، ان هو ما اداش حارس تاني غير الشناوي. لما شاف ان الشناوي اداؤه مهزوز ما اداش حد غيره. انا مش بلومه وما بقولش ان هو سبب الخساره، كده كده سبب الخساره مش حد. يعني انت لما تيجي تعلق الخساره على القايمه ال 30 لعيب مين فيهم سبب الخساره؟ مش هتلاقي. طب الجهاز الفني مين؟ مش هتلاقي. هتيجي هتعترض معايا هتقول لي ايه يا عم، هو ده منظر كرة احنا لعبناها؟ هي احنا اول كرة نشوطها في الدقيقة 95؟ قول لي مدرب جه مسك منتخب مصر من بعد حسن شحاتة وحاول يلعب سكسي فوتبول وجات معاه. يا راجل الاجانب فهموها ان هي دي امكانياتنا، هي دي، هو ده احنا. كوبر كان بيلعبك كرة دفاعية، كيروش كان بيلعبك كرة دفاعية. مين الاتنين اللي فشلوا بقى في وسط دول كأجانب؟ فيتوريا والراجل التاني اللي هو اللي كان المجري ده، ولا مش عارف كان جنسيته ايه. الاثنين دول هم اللي فشلوا معاك. ليه؟ عشان فكر بقى ان هو هيعمل نفسه جوارديولا وهلعب سكسي فوتبول. الاثنين شكرا فشلوا. لكن اللي عمل معاك انجاز، اللي وصلك فاينل افريقيا، كوبر. يعني ما كسبتش بس وصلت فاينل افريقيا معاه. كيروش وصلت معاه فاينل افريقيا وكنت منتخب جامد رغم انه كان بيلعب كرة دفاعية. فانت هتيجي تقول لي حسام حسن انت يا عم بتلعب كرة وحشة كده ليه؟ فين السكسي فوتبول؟ عايزين نتفرج. لا يا باشا، انت لو هتلوم بقى حد يعني ما تلومش الجهاز الفني ولا تلوم اللعيبه، تروح تلوم المسؤولين عن المنظومه. المسؤولين عن المنظومه دول يتلاموا ليه؟ لان انت الاجيال اللي جايه انت هتشوف منتخب قسما بالله ما هنصعد لبطوله افريقيا، مش هنصعد لها. ركز في الكلام، مش هنصعد لها. ليه؟ عشان انت طالع لك قطاع ناشئين زي الزفت. انت عارف ان منتخب مصر في وسط الفرق اللي صعدت لدور ال 16 او دور الثمانيه، لا تقريبا دور ال 16، اعلى معدل لعيبه، اعلى معدل اعمار لعيبه، ده يمكن في البطوله كلها اعلى. ليه؟ لان انت حالف ان انت ما تعمل جيل، ما تبنيش جيل جديد. لان برضو ارجع اقول لك لو جيت بصيت تحت مش هتلاقي. يعني انت قول لي كده النهارده مثلا، بعيدا عن الشناوي، يعني بعيدا عن الشناوي، قول لي كده مثلا اتنين سرد باكات محترمين يلعبوا بدل اللي كانوا بيلعبوا النهارده. انت يعني قدام هيبقى خط دفاعك حسام عبد المجيد ومحمد عبد المنعم لما يرجع من الصليب.
طيب النهارده مروان عطيه داخل في ال30، حمدي فتحي كسر ال30. قول لي كده مين غيرهم ديفندرات تقدر تبني عليهم لعيبه تلعب كوره؟ لعيبه تلعب كوره، انت عايز تلعب بقى 6 فوتبول، لعيبه تلعب كوره مش هتلاقي. باكات مش هتلاقي. هجوم صلاح هيعتزل، صلاح 34 سنه، صلاح هيعتزل، خط هجومك ده كله مش هيبقى عندك فيه حد بوتنشال غير عمر مرموش. مين في مصر تاني؟ حمزه عبد الكريم عنده 17 سنه، هتعمل بيه ايه؟ ما يشيلش منتخب. فانت هتيجي تقول لي انتوا حسام حسن لعب كره دفاعيه؟ لا، حسام حسن لعب كره على قد امكانيات المنتخب. شكرا. ما ينفعش تلوم الراجل، ما ينفعش بكل الاشكال تلوم الراجل. الراجل قعد منتخب زي السنغال اكتر من 75 دقيقه ما شاطوش كره على الجون، او شاطوا يا عم كره بس كور عبيطه الشناوي بيمسكها وهو واقف في مكانه بس. فده اللي انت تقدر تقدمه. هتيجي بقى تقول لي انا ما العب كوره وانا جامد وبتاع؟ لا، انت ولا جامد ولا عندك امكانيات ان انت تقدر تجاري المنتخبات دي. يعني انت اصلا امكانياتك ما تسمحلكش ان انت كنت تجاري منتخب زي منتخب الكوت ديفوار. انت عملت عليه ماتش وخرجته بالطريقه دي. لو كنت عملت فيها عضمضم وفتحت الملعب وقلت هلعب 6 فوتبول كنت هتتهان. اذا كان انت النهارده الكره الوحيده اللي اتشوطت عليك على الجون دخلت، يعني انت ممكن تفتح الملعب بقى وتبقى مهاجم ومطير لي الباكات ومدي اوردرات لمروان عطيه والحمدي ان هم يزيدوا وامام عاشور ما ترجعش وهتوقف صلاح النهارده. صلاح النهارده انا عمري في حياتي ما شفت صلاح بيدافع كده. عمري ما شفت صلاح بيدافع كده. يعني انا عمري في حياتي ما شفت صلاح انت لو دخلت على اي ابلكيشن اللي هو بيتراك اللعيبه هتلاقي ال الخريطه الحراريه بتاعته كلها 90% منها في نص ملعبنا. عمري ما شفت صلاح بيعمل ده، ولا مع الليفر ولا مع منتخب مصر ولا مع منتخب مصر للشباب لما كان بيلعب فيه في 2012 في 2010 ولا مش عارف في انهي سنه. فانت يعني لو كنت فتحت الملعب كان ايه اللي هيحصل فيك؟ فانت النهارده لو هتيجي تلوم هتلوم بقى المسؤولين عن المنظومه كلها. لا هتقدر تلوم لعيب ولا هتقدر تلوم جهاز فني، لان هي دي امكانياتك. دي حاجه لازم تعترف بيها. الخواجه اللي احنا بنحلف بيه لحد النهارده لعب كده، جه مسك الفرقه ماتشين تمرينتين فهم انا مش هينفع العب كوره، انا لازم العب ابقى منتخب تحولات. واحنا بقينا منتخب تحولات وصلنا ل2 فاينل افريقيا واحنا منتخب تحولات، وكان بيننا وبين الصعود لكاس العالم خطوه واحنا منتخب تحولات، وصعدنا ده الكلام ده في 2022 وصعدنا لكاس العالم 2018 واحنا منتخب تحولات. فانت كده كده خلاص اتكتب عليك ان انت تبقى منتخب تحولات. امتى بقى هتبقى مش منتخب تحولات؟ لما تبداها بقى من تحت. تبداها من تحت ازاي؟ انك تطلع جيل منتخب شباب جامد، بعد كده تطلع منتخب اولمبي جامد، بعد كده ده هيسمع بقى معاك قدام في الفريق الاول. ده ممكن مثلا يحصل في خلال 6-7 سنين. وفي منتخبات كتير مش في مصر ولا في مش في افريقيا، في العالم كله عملت كده. خلاص بقى عادي، انا عندي استعداد ان انا المنتخب الاول ده اقعد لي مثلا 3-4 سنين 5 سنين في كبوه، بس انا باسس من تحت. هل احنا بقى من تحت متاسسين؟ منتخب الشباب يقرف، منتخب اولمبي يقرف. اخر منتخب اولمبي عليه القيمه جه كان المنتخب بتاع ال 97 اللي هو كان فيه رمضان صبحي وكريم بامبو والشباب دي كلها بس. فانت عشان تبدا تبقى بقى منتخب، فانت ما تجيش دلوقتي تقول لي انا عايز العب كوره. هتلعب انت جاي دلوقتي؟ يعني انت جاي بعد السنين دي كلها تفتكر ان انت المفروض منتخب مصر العب كوره؟ لا لا. فانا مش عايز الناس يعني احنا كلنا كنا طمعانين في البطوله، وانا اكتر واحد في الدنيا كنت طمعان في البطوله ونفسي اخد البطوله وبحلم بالبطوله، ومع اختلافي في صلاح في مليار الف حاجه، بس انا كان نفسي الراجل ده يعتزل وهو واخد بطوله. ليه؟ لان الراجل ده فعلا زي الاعلان اللي هو عامله بتاع بيبسي، هو فعلا خد كل حاجه واسطوره. كان ناقصه يختم بالبطوله دي. هو برضه هيختم مشواره الدولي بان هو لعب كاس عالم ولاعب 2 كده كاس عالم، بس كان يستحق ان هو ياخد افريقيا قبل ما يعتزل. كان يستحق. ولو بقى مش عارف القرار هيتطبق من امتى، هيبقى في افريقيا في 2027 ولا او 2028 كمان سنتين، ولا خلاص القرار الرسمي بعد 4 سنين. فهي لو بعد 4 سنين صلاح هيبقى عنده 38 سنه فمستحيل يلحقها. لو بعد سنه او سنتين اعتقد ممكن، يعني لو في اخر 2027 او في 2028 اعتقد ممكن. بس ما تجيش برضو بقى ساعتها كمان سنتين تقول لي احنا عايزين نلعب كوره. لا، مش هتقدر تلعب كوره،
مش تقدر تلعب كوره، لان انت خلاص اتكتب عليك ان انت تبقى منتخب تحولات بسبب امكانيات اللعيب المصري. نقطه. عايز تبدا صح، هتبدا من منتخب الناشئين، مش من الاولمبي، من منتخب الناشئين. تاسس صح، تعمل طريقه لعب صح. طريقه اللعب دي تبقى بتتعمل مع الثلاث منتخبات، وتبدا تعتمد على اللعيبه الشباب فعلا، وعادي تخش نسخه ما تخشهاش اصلا، تلعب التصفيات بيهم وتطلع. هي دي، ده الحل. ده الحل. زي ما بيقول لك كده ايه، انت محتاج تفور. انت محتاج تفور لو عايز تلعب فعلا بقى، انت تبقى منتخب تلعب كوره، محتاج تفور. بس هل ده هيحصل؟ لا، مستحيل يحصل. مستحيل يحصل. فانت ما ينفعش تلوم حسام حسن، لان حسام حسن عمل زي كيروش وعمل زي كوبر، الناس اللي فهمتها صح. الناس اللي فهمتها صح من بدري وعملت كده. اللي جه غيرهم وعمل عكس كده، اللي هو أليجري وروي فيتوريا، افتكرت اسمهم. عمل ايه؟ ما كملش. ما عملش اصلا بيك اي حاجه، عشان فتح صدره. فاللي فهمها صح حسام حسن، كوبر، كيروش، والراجل ما يتلمش في اي حاجه. محدش فينا كان يحلم ان هو يوصل دور 8. الراجل وصلك سيمي فاينل، مساعدك اول مجموعتك، خرجت منتخب كبير ومنتخب قوي، منتخب كان مرشح زي منتخب كوت ديفوار، وعملت عليهم ماتش. بعد كده بقى السنغال خلاص للاسف بقت عقده. يعني زي ما انت عقده الكوت ديفوار، انت خلاص بقى السنغال عقدتك. الموضوع ده بجد خلاص، يعني ده شيء لازم تعترف بيه. انت خلاص بقى عقدتك السنغال. هتتفك امتى؟ الله اعلم. هم منتخب جامد، لعيبه جامده، لعيبه متاسسه صح، كلهم بيلعبوا في اوروبا. كلهم بيلعبوا في اوروبا. يمكن الوحيدين اللي ما بيلعبوش في اوروبا هو مندي وكوليبالي، بيلعبوا في الهلال السعودي، اللي هم اصلا مستوى اعلى من انديه كتير في اوروبا. ف ده واقع. ده واقع، وده يعني اسلوب اتفرض عليك، وانت غصب عنك متقبل، مضطر تتقبله. ف انا ما عنديش حاجه تانية اقولها بصراحه. وانا بس مش صعبان عليا بقى، مش صعبان عليا غير ان انا هفتح الفيسبوك كمان نص ساعة، هتلاقي صورة ساديو ماني، وهتلاقي واحد مصري جامد عامل كاتب قصيدة: هو ده اللعيب اللي لما بلده بتحتاجه بتلاقيه، هو ده اللعيب اللي لما منتخبه بيحتاجه بيلاقيه، هو ده ساديو ماني، هو ده فخر بلده اللي ما بيبخلش على بلده بنقطة. هتلاقي بقى البوستات اللي هي ايه، اللي بتحرق الدم دي. البوستات دي في الوقت ده تحديدا، العيال المولت اللي بتبقى بتنزلها البوستات دي بقى بتحرق الدم قوي. بجد والله البوستات دي بقى بتحرق الدم قوي. انا شايف ان صلاح على مدار البطوله الراجل ما بخلش بنقطه عرق، ما قصرش في اي حاجه. كل الناس عارفه ان انا اكتر واحد في الدنيا كنت بقعد انزل اي حاجه فيها انتقاد لصلاح، انا ببقى مؤيد ليها، في سواء بقى حكاياته في الغرب والكريسماس والحاجات اللي هو بيعملها دي. بس يعني انا بقول اللي اعور في وشه يعور. الراجل البطوله دي عمل اللي عليه وزياده. انا عمري ما شفت صلاح الماتش ده وماتش الكوت ديفوار. ادخل شوف الخريطه الحراريه بتاعته، شوف الراجل قعد يعني كل تواجده تحركاته كلها في نص الملعب، بيدافع، بيخش وبيلتحم وبيخش على اللعيبه. عمري ما شفت صلاح بيعمل ده. فالراجل كده كده ما بخلش عليك باي نقطه عرق. الراجل 34 سنه، لو في كره تستحق سبرنت في الدقيقه 90 بتلاقيه بيعمله. ف البوستات دي لما تلاقيها بقى اعمل لي منشن، يعني اللي يلاقي بقى البوستات دي بقى يعمل لي منشن، وانا بقول لكم هتغرق الفيسبوك. البوستات دي هتغرق الفيسبوك كمان نص ساعه. كمان نص ساعه بالظبط. يا سلام بقى لو المغرب كسبت ومثلا ايه، اشرف حكيمي جاب جول، هتلاقي بقى نفس البوست على اشرف حكيمي، او على بقى يوسف نصيري، ايا كان مين اللي هيجيب الجون يعني. فاللي هي بقى البوستات اللي هي بتبقى الناس اسقاط على صلاح، الناس بتسقط بيها على صلاح. فما تبقاش من الناس دي بالله عليك. عادي. يعني هزيمه متوقعه، ولو كنت وصلت فاينل سواء هتلاعب المغرب او نيجيريا، كنت هتبقى انت داخل الطرف الاضعف، زي ما انت النهارده كنت داخل الطرف الاضعف، وكنت هتلعب بنفس الطريقه، ويا عالم كانت هتصيب ولا هتخيب. ف يعني مفيش حاجه تانية اقولها، او في حاجه تانية في دماغي اقولها بصراحه. وبس. ونروح نلحق بقى نتفرج على المدعكه اللي هتبدا دلوقتي، واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني.